يلا الحين صار لازم اني ارجع للبيت، بس بنفس الوقت بصراحة ما ادري شلون بدي ارجع للبيت، لان التوقيت صار بالليل والجو صار مظلم. بصراحة ما ادري شلون بدي ارجع لبيتي، حاسس حالي جدا جدا خايف. خايف؟ ومن شنو خايف بالضبط؟ خايف من المهرج الشرير. انت ما سمعت عنه من قبل ولا شنو؟ لا سمعت عنه، اي والله كلامك صحيح. شفت هاي الورطة شلون بدي ارجع للبيت الحين، بخاف انه قابلني بالطريق. شنو راح اسوي اذا قابلني؟ شنو راح اسوي؟ ما ادري يا اخي، بس لازم انك ترجع، ما في اي حل ثاني. لا، في حل ثاني. في حل ثاني لحتى اتفادى هاي المشكلة. وشنو هو؟ يلا خبرني. شنو رأيك لو اني انام عندك الليلة؟ لو نمت عندك الليلة بكرة ان شاء الله الصبح راح ارجع لبيتي بدون اي مشاكل وبدون ما اخاف من اي احد. لا ما يصير كذا. وليش ما يصير؟ ترى بوعدك اني ما راح ازعجك ابدا ابدا. قلت لك ما بدي انك تنام عندي، شنو انت ما تفهم؟ طيب مثل ما بدك راح يصير. ما بدك اني انام عندك، ما راح انام عندك مثل ما بدك. يلا الحين، تصبح على خير. ترى انت داري شو اللي سويته او لا؟ انت الحين وكأنك قاعد تطردني من بيتك، عم تطرد صديقك من بيتك. يلا يا اخي ارجع لبيتك، بدي انام. طيب راح اطلع بس فكر شوي بطلبي. بدي اني انام عندك لو سمحت، والله خايف هلا. والطريق جدا مظلم بعد. تصور انه يقابلني المهرج الشرير بالطريق. هاي مو مشكلتي. لا قفل علي الباب. والله يا اخي بس كل هاي الغلطة غلطي. ليش لحتى اطول بالسهرة؟ كان المفروض اني ارجع لبيتي قبل ما تطيح الشمس. الحين لازم اني ارجع للبيت بسرعة. وان شاء الله ان المهرج الشرير ما يقابلني بالطريق يا رب. والله لو قابلني بالطريق هذاك المهرج راح تكون مصيبة. شنو تقول الاسطورة او الاشاعات؟ عم تقول الاشاعات ان هذاك المهرج اي شخص يقابله مباشرة ياخذ منه كل اكله وكل فلوسه. يا اخي اني لو اخذ مني كل اكلي وكل فلوسي ما في اي مشكلة. اهم شيء شنو؟ اهم شيء انه ما يأذيني وما يسوي لي اي شيء. يلا خليني ارجع للبيت، ويا رب انه ما يقابلني. لحظة واحدة بس، يلا خليني بس ابعد شوي على الطريق لحتى اكون بعيد شوي. لحظة واحدة بس، الوضع كله تمام التمام، ماني قاعد اشوف اي شيء خطير بالقرية. والله ما في اي شيء خطير. يلا اني اصلا الحين تقريبا صرت بنص المسافة لبيتي. يلا خليني بس اطالع، بتخبى شوي بهذا المكان وبطالع. لحظة واحدة بس. اوكي، الوضع كله تمام التمام، ما في اي شيء. يلا خليني اتوقع اني لو بروح كذا من وراء البيوت احسن. يلا والله يا اخي كابوس حياتي اني اتقابل مع هذاك المهرج، لاني لو تقابلت معه خلاص راح اخسر كل فلوسي، وممكن بعد اني اخسر روحي. مو فلوسي بس، حتى روحي ممكن اني اخسرها. يلا بسرعة. اوكي قربت الحمد لله، وصلت لبيتي اني بامان. المهرج ببيتي. شنو عم بيصير؟ لا وقف عندك. اسمع، خذ كل اكلي كل فلوسي كل شيء عندي. اهم شيء لا تقتلني. بقولت لك انت شنو عم تقول؟ مو انت يقولون انك عم تقتل الناس ولا شنو؟ لا يا اخي انا ماني مجرم، ليش عم تقول كذا؟ طيب ممكن اني اقرب شوي لحتى اتكلم معك؟ قرب لا تخاف، ما راح اسوي لك اي شيء. اوكي لكان يلا. طيب عمو المهرج، مو انت يقولون انك اي شخص تلقاه تسرق من عنده اكله وكل فلوسه؟ هذا اللي سمعته من عند الناس. لا تصدق كلام الناس، هذيك بس اشاعات لا اكثر ولا اقل. يعني انت الحين ما راح تسوي لي اي شيء؟ لا ما راح اسوي لك اي شيء. طيب لكان يلا تفضل عمو المهرج، تفضل لحتى نحكي جوا. يلا تفضل، اهلا وسهلا فيك. اهلين يلا تفضل. طيب ماشي، بس قبل كل شيء عمو المهرج بدي اسالك سؤال. انت ليش فتت لبيتي واني مو موجود؟ ليش؟ كنت هربان لهيك فتت للبيت، اسف والله. كنت هربان؟ من منو كان عم يركض وراك؟ ليش هربان؟ كنت هربانة من الشرطة، كان بدهم يعتقلوني. الشرطة كان بدها تعتقلك؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. يعني اوكي افتهمت لكان ما في اي مشكلة. يعني انت فتت للبيت بس لحتى تتخبى ومشان ما يعتقلوك، صحيح؟ كذا بالضبط. طيب لكان انا ماني زعلان منك، ما في اي مشكلة. يلا تفضل اجلس. يلا خليني بس اجيب لك شوية اكل. اكيد بتكون جوعان، صحيح؟ والله حاسس حالي ميت من الجوع. يلا ثواني بس، خليني بس اجيب لك شيء تاكله وبعدين راح ارجع. لحظة واحدة بس.
كان في أكل بهذا الصندوق. أني متأكد إنه كان في أكل وكان في فلوس بعد بهذا الصندوق. لحظة واحدة بس. يعني ما في أي شخص ممكن إنه يكون أخذ الأكل والفلوس غير المهرج. ليش؟ لأن ما في أي واحد فات للبيت غيره. أتوقع إن هذا المهرج بس مجرد حرامي ونصاب، وقاعد عم يضحك علي وعم يخترع قصص بس لحتى أسامحه ومشان ياخذ من عندي كل اللي بده إياه. طيب عمو المهرج، اسمع، أنا ما لقيت عندي أكل بالصندوق. بدي أروح شوي أشتري شوية أكل وبعدين راح أرجع إن شاء الله. خذ راحتك، راح ننتظرك بهذا المكان. أوكي بإذن الله، أنا بعد ما راح أطول عليك، ثواني بس وبرجع إن شاء الله. إن شاء الله. يلا السلام عليكم. طيب خليني الحين اطلع من هذا المكان زي كذا وبروح لحتى شنو؟ بروح لحتى اجيب سلاح. بدي اجيب سلاح لحتى ادافع عن نفسي. ليش؟ لان هذاك المهرج هو بس مجرد حرامي ونصاب وكذاب. ليش؟ لاني اني متاكد اني تركت بهذاك الصندوق فلوس واكل بس ما لقيتهم. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ان هذاك المهرج بس مجرد حرامي وسارق، وكل الكلام اللي قاله بس مجرد كذب. كل كلام الناس صحيح، هو مجرد حرامي عم ياخذ اكل الناس. يلا بسرعه، شو لازم اني اسوي؟ من وين بدي اجيب سلاح هلا؟ تذكرت، راح اخذ بو من عند صديقي. بس هلا اكيد بيكون نايم. يلا معلش، راح افيقه من النوم مشان اخذ من عنده بو ان شاء الله، وبدي ان شاء الله اخلص على هذاك المهرج لحتى احمي نفسي منه ومن خبثه ومن مكره. هو قاعد يا اخي، قاعد عم يسوي لي مخطط. بس صديقي هلا اكيد بيكون نايم. اكيد بيكون نايم. يلا مو مشكلة، راح أصحيه من النوم. هاي شغلة استعجالية ما تنتظر أبدا. السلام عليكم صديقي، السلام عليكم. ممكن إنك تفتح الباب؟ آسف والله. يا ساتر، من اللي جاي بهذا التوقيت؟ لا تخاف، ما في أي شيء خطير. بس افتح الباب شوي لو سمحت. السلام عليكم صديقي، السلام عليكم. هذا أنت؟ إيش جابك لعندي هلا؟ بعتذر، أدري إن الوقت جدا متأخر، بس إجيتك بشغلة مستعجلة كثير. يا ساتر، وشين هي؟ يلا تكلم. بدي لو سمحت إنك تعطيني قوس. بو، تعطيني قوس وشوية أسهم. أنت جنيت. لا تروح. يا ساتر يا رب، قفل بوجه الباب. صديقي اسمع، لو سمحت افتح الباب، ترى والله شغلة استعجالية. انت افتح الباب وراح افسر لك. يلا خلينا نشوف شنو بدك. يلا تعالوا راح افسر لك كل شيء. اسمع، ادري ان الموضوع صعب انك تصدقه، بس احذر من موجود ببيتي. منو؟ يلا تكلم بدون احجيات. المهرج الشرير موجود جوا بيتي. اكيد قاعد تتخيل، ما في شيء اسمه مهرج. قاعد اتخيل؟ مستحيل. قلت لك المهرج ببيتي، وتكلمت اني وياه بعد، تكلمنا مع بعض. قلت لك اعطيني بو لو سمحت، اذا ما قضيت عليه رح يقضي علي. انت عم تتخيل، لا تضيع وقتي بهذا المواضيع. لا تروح يا اخي، لا تروح. هلا شلون بدي اقنعه يا اخي؟ طيب اسمع صديقي، افتح الباب للمره الاخيره. يلا هي اخر مره. يلا تعال. طيب اسمع، شنو رايك لو تعطيني البو وتروح معي بعد؟ يلا تروح معي لحتى تشوف المهرج بنفسك. طيب لكان اذا كان كذا انا موافق. ثواني بس راح اجيب البو واجي. طيب روح، خذ وقتك، عم بنتظرك. يلا. طيب كذا احسن. والله كذا احسن. ليش؟ لاني انا وصديقي راح نكون مع بعض، راح نتقاتل مع بعض ضد هذاك المهرج الشرير، وكذا ان شاء الله راح نقدر ان نتغلب عليه. يلا. وينك صديقي يا اخي؟ وينك؟ ليش طولت؟ يلا تعال. اوكي جبت البو. طيب البو راح يظل عندك او عندي؟ مثل ما بدك تاخذه؟ لو سمحت، اتوقع انه لو يظل عندي احسن. طيب لكان تفضل. يلا اعطيني اياه. يلا انا بعرف اصوب بالبو. يلا اوكي، البو عندي والاسهم عندي. يلا الحين قفل باب البيت وتعال معي لحتى تشوف المهرج الشرير. يلا تعال. بس اليوم ان شاء الله راح تكون اخر ليله بحياه المهرج الشرير، وراح نقضي عليه ونرتح كل القريه من عنده. يلا تعال. يلا بسم الله. يلا قربنا ان نوصل. اول ما بفتح الباب مباشرة راح اعطيه سهم مباشرة، لحتى اخلص كل الناس منه. يلا وراي صديقي. شنو خايف ولا شنو؟ لا تقولي انك خايف. انا ما بخاف من الخيال، انت عم تتخيل. ما عم بتخيل، ثواني بس وراح تشوف الحقيقة بنفسك. يلا تعال. اوكي شنو قلت اني؟ اول ما بفتح الباب مباشرة بعطيه سهم. يلا 1 2 3. اسمع انتظر. بدنا ننفذ خطة شنو؟ اني هلا بدي افتح الباب ومباشرة راح اعطيه سهم. فهمت؟ انت ظل وراي. طيب يا اخي، مثل ما بدك سوي. اوكي يلا لك. يلا ظل وراي. تخبى. يلا 1 2 3. بسم الله.
مهرج؟ السلام عليكم. مهرج. اسمعني شنو بدي أقول لك. شنو؟ بنصحك انك بكرة تشوف طبيب. شنو بدي احلف لك ان المهرج كان موجود بهذا المكان قبل شوي. يلا اعطيني البو حقي. تفضل هذا البو حقك. اسف على الازعاج. اسف يلا امسك البو حقك. بس اني بحلف لك ان المهرج كان موجود بهذا المكان هلا، بس قبل شوي قبل ما نفوت نحن كان المهرج موجود. خلاني وراح. والله معه حق يا اخي، معه حق. بالاخير اجى للبيت وما شاف اي شيء. يعني هو كان حسبنا اني اني قاعد اتخيل، لا اكثر ولا اقل. شنو هاي الورطه اللي تحت فيها؟ بس يمكن انه معه حق، يمكن اني اني قاعد اتخيل لا اكثر ولا اقل. والله تصير هاي الشغلات احيانا، تظهر قدامك شخصيه وتكلمها وهي بس مجرد خيال. اتوقع ان هذا اللي صار معي بالضبط. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو بدك؟ انت شنو سويت قبل شوي؟ ولا شيء، كنت عم بشتري اكل. عم تشتري اكل يا كذاب؟ رحت لحتى اشتري اكل مشانك. هلا رح اوريك الاكل شنو هو. صديقي انقذني.